لو انت شخص طيب يبقى الفيديو ده عشانك، كمل الفيديو للنهاية علشان اقول لك احنا بيحصل لنا ايه جراء الطيبة بتاعتنا. بس قبل ما ابدا، انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، اتمنى تتابعوا الحلقة لغاية اخرها وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان خاطر هبقى مبسوطة جدا ان انا ان شاء الله ابقى معاكم كل خميس بفيديو طويل. طيب، قبل ما ابدا هبتدي بنفسي وهقول لكم مشكله الطيبين في الدنيا دي ايه. الحقيقه ان انا شخص كان بيطلق عليه وانا صغيره كده، من اول ما اتولدت وابتديت افهم واتعامل مع الناس ان انا شخص طيب. والحقيقه ان انا كشخص طيب يعني كان دايما يخاف يرفض او يقول كلمه لا. دايما يعني مش هقول لك ان انا بهودك، بس انا دايما بختار الحل السلمي، ان انا احاول ادعم الشخص اللي قدامي. حتى لو غلط في حقي كنت ببقى كتير بفكر قبل ما ارد الاساءة علشان خاطر ما اذيهوش زي ما هو حتى اذاني. والحقيقة ان بداية تعمقي في الفكرة وابتدي افهم هل انا شخص كده ماشي على الطريق الصح، وليه الاشخاص الاكثر حدة مني او الاشخاص الاصلب او الاكثر يعني انا دلوقتي اقدر اقول لك انهم كانوا اكثر شجاعة مني في انهم يرفضوا موقف او ما يعجبهمش طريقة كلام، فيبتدوا يحطوا لك حدود. وبعد ما كبرت وفهمت ان الناس دي كانت حاطة حدودها بدري شوية، وانا اتأخرت كتير في فكرة ان انا اكون حدود واضحة وابتدي اراعي نفسي زي ما براعي الاخرين، وابتدي افهم ايه اللي اقدر اعمله واخوضه، واللي ما اقدرش اعمله ارجع برجلي كده خطوتين واقول لا. ده اهدار لوقتي واهدار لاعصابي، وفي الوقت نفسه احتمال ما اكونش على قدر من الكفاءة اللي تخليني اقدر اعمل ده وابقى شاطرة فيه. بالعكس، ده انا بضيع وقتي ووقتك يعني. اوقات كتير جدا كنا بيسندوا الينا مهام، يعني حد يجي يطلب منك طلب اكبر منك وانت علشان خاطر طيب من وجهة نظرهم بتخوض المعركة كده بقلب وتدخل، وتلاقي نفسك في الاخر خالص اخفقت وعرضت نفسك لفشل غير محمود وغير محسوب، وبتلاقي نفسك وقفت بينك وبين نفسك ابتديت تتهز ثقتك في نفسك. وابتدى الشخص اللي عارف هو عايز ايه، واللي عارف هو يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه يقول لا. حتى في الشغل احنا بنتعرض للحاجات دي كتير. الناس اللي بتشتغل بتتعرض كتير للابتزاز او النوع ده من الابتزاز بحكم انهم ناس طيبة وهتقول اه. الحقيقة ان الطيب بمعناه العميق دي صفة إنسانية مليانة رحمة ومليانة رقة والحقيقة ان احنا كلنا لازم نتحلى بيها. لكن المشكلة ان الطيبة بلا وعي اوقات كتير جدا بتعرضنا لاستغلال الاخرين. والحقيقة ان استغلال الاخرين ده طول الوقت هتلاقيه في ابنائك، في اخواتك، في ازواجكم، سواء الراجل او الست، في موظفين، في رؤسائكم في العمل، حتى في الشارع. اوقات كتير جدا بتستنزف او بتبتز عاطفيا حتى على قد صغر الموقف. بس ممكن جدا تبقى انت في مواصلات وتعبان جدا، وعلشان خاطر انت طيب او ملامحك مرسوم عليها الطيبة، ممكن حد بمنتهى اللا تقدير يقول لك قوم من مكانك انا عايز اقعد مثلا، وانت تكون بتعاني. وانا حقيقة اتعرضت لده. انا اوقات كتير جدا كنت بلاقي ناس في سني واصغر مني، وعلشان خاطر انا تعبانه وانا تعبانه وانا ما بعرفش اقول او يعني اتعودت ان انا ما اشتكيش، الاقي حد بيقول لي ممكن تقومي علشان كذا كذا فلانه مش عارفه ايه. وانا كنت بمنتهى الاحراج ممكن اقوم لان انا ما بفتش في النوايا. وطول ما انت الناس شايفاك شخص طيب، وللأسف على قد ما الصفة دي مليانة رحمة وإنسانية وكل الصفات الحميدة تكمن في كلمة أنت طيب، الحقيقة إنها اتشوهت وابتدينا نطلق كلمة طيب على الشخص الغير واعي، العبيط بالبلدي زي ما بيقول. الحقيقة إن الطيب عمره ما كان عبيط، بس هو مشكلته إن هو اختار دايما يقول ما يقولش لأ، اختار ما يرسمش حدود واضحة لنفسه، اختار ما يجرحكش حتى لو أنت جرحته. وفي الآخر خالص هو ما فهمش إن هو بيستهلك نفسه وهيتعرض في لحظة للانفجار اللي هيخليه. اوقات كتير جدا الناس اللي بتنفجر بدون وعي، يعني ما بيبقاش انفجار لحظي ان انا اتعصب عليك واحط لك حدود والموضوع خلص على كده. في ناس كتير جدا فعلا بتروح ما بترجعش، يعني في ناس بتغادر منطقة الطيبة وتبقى اكستريم، واشخاص مختلفة تماما عن الشخص الطيب اللي انت رسمه في دماغك. طيب تعالوا نتكلم كده في بعض صور الطيبة الغير حميدة. الحقيقة ان في اوقات كتير جدا بنعمل تصرفات طيبة جدا وربنا عالم بنوايانا، بس الحقيقة انها بتأذي الاشخاص اللي معانا، او بتأذي الشخص اللي مارسنا في حقه الطيبة اللي احنا بنسميها طيبة يعني. والحقيقة انها بتأذيه بشكل كبير جدا. من ضمن انماط او من ضمن اشكال الطيبة الغير حميدة او الغير محمودة يعني،
إنك توافق شخص على كل تصرفاته الغلط والصح. الحقيقة إن إحنا أوقات كتير جدًا بنحتاج حد يردعنا، يعني حد يقول لنا أو يردنا عن تصرفنا، وحتى ده موجود في ديننا الإسلامي. أوقات كتير جدًا في نماذج معيّنة في ناس كانت في حياتي يعني، كنت دايمًا مش قادرة أقسى عليهم. حتى والدتي الله يرحمها كانت في وقت من الأوقات، في أوقات مرضها، كنت مش قادرة أقول لها بشكل واضح كده إن ما ينفعش تاكلي ده، لإن إحنا قعدنا فترة كبيرة جدًا مخبيين عليها نوع المرض. الحقيقة إن أنا لمّا فكّرت كده بيني وبين نفسي، قعدت كتير أقول هو وناس كتير نصحتني إن ما ينفعش تقولي لها لأ ما تاكليش كذا خلاص، هو كده، كده ده مرض موت. بس الحقيقة إن أنا لمّا قعدت مع نفسي اكتشفت إن دي مش طيبة. لمّا أعرّضك لحاجة ممكن بشكل كبير جدًا بعدين، حتى لو إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى كاتب اليوم اللي هنتوفى فيه قبل ما نتولد، لكن الحقيقة إن ما ينفعش أعيش حتى لو ربنا كاتب لي 5 ساعات، ما ينفعش أعيشهم تعبانة. أنا ربنا سبحانه وتعالى هيسألني عن نفسي، عن الناس اللي مسؤولة منّي، لو أنا ساعدتك في إنك تأذي نفسك. الحقيقة إن أنا علشان أسيبك تاكل اللي أنت عايزه في وقت دكتور مانع عنك أكل معين بحجة إن عمرك محتوم أو ربنا سبحانه وتعالى كاتبه قبل ما تتولد، دي طيبة غير حميدة، ما ينفعش تسمى طيبة. ده إيذاء، وإيذاء كبير جدًا للأشخاص اللي أنت بتحبهم. والنماذج دي أنا باحاول أقيس لك على حاجات معيّنة احتمال تكون أنت حاسبها إن أنت شخص طيب مش قادر تأذي اللي قدّامك بإنك ترفض أو تمنع عنّه حاجة هو بيحبها. لكن أوقات كتير جدًا أنا باشوف ناس بتأذي أولادهم بشكل مباشر كده وبشكل واضح، عشان هو مش قادر مثلًا يسحب التليفون من طفله. هو عايز يبقى الأب اللطيف أو الأم اللطيفة اللي مش عايزة تحرم ابنها من حاجة. أبتدي أفتح لك مجال إن أنت ما تخوضش معاركك لوحدك، لأ بالعكس أنا باحاول أوفّر لك كل حاجة. والحقيقة إن دي ليها علاقة كده بتاريخ شخصيتك أنت. يعني أوقات كتير جدًا إحنا بنحقق أحلام كانت تخصنا إحنا في وقت من الأوقات للآخرين، وكأننا بنعيشها معاهم يعني. أوقات كتير جدًا الأب أو الأم بتحاول توفّر للطفل كل حاجة هو بيتمناها علشان خاطر تحقق له الرفاهية اللي هي اتحرمت منها. أوقات كتير جدًا وتاني وللمرّة المليون هاقول إحنا عقلنا خبيث جدًا. إحنا أوقات كتير جدًا حكمنا وتصرفاتنا تجاه أشياء معيّنة ليها علاقة بتاريخنا إحنا الشخصي، بمعطياتنا، بعقدنا، الحاجات اللي عشناها زمان. الحقيقة مش كل حاجة أنت بتتصرّف فيها دلوقتي عقلك هو اللي بيتحكّم مليون في المِيّة، لإنّك أوقات كتير جدًا ما بتفهمش خدعة العقل. الحقيقة إن الطيبة مش على طول آآ يعني أنا أعتقد إن إحنا كمان كمتلقيين للطيبة دي مش على طول إحنا حِمل الأشخاص الطيبة اللي طول الوقت بتحاول تمهِّد لنا كل حاجة وتوافق على كل تصرفاتنا. إحنا أوقات كتير جدًا بنحتاج صديق أمين، شخص يردنا عن طريق إحنا ماشيين فيه. أوقات كتير جدًا عايزين حد يفوّقنا كده. الطيبة ما لهاش علاقة أبدًا بإنك توافق على كل حاجة، تخاف تحط حدود، تخاف تقول كلمة حق علشان خاطر خايف تأذي اللي قدّامك. الطيبة الحقيقية هي إنك تبقى واعي، إنك تبقى بتتعامل بقلبك، إن أنا لمّا أقول لك لأ على حاجة اللي قدّامك يوصل له إحساس إن أنا شخص أمين، وده بالنسبة له هيبقى أطيب بكتير من الشخص الطيب التقليدي اللي دايمًا بنتفرج عليه في الأفلام. الشخص الطيب لازم يبقى شخص ذكي وواعي وفاهم هو بيعمل إيه. مش الطيبة صدّقني لو أنت متخيّل إن الطيبة دي بتخلّيك تعدّي بسلام، بالعكس الناس بتستبيحك، بتستغلّك بشكل كبير. اوعى تكون متخيّل إن أنت عشان طيب بتحاول ما تأذيش اللي قصادك، أنت كمان مش هتتأذي، أنتم الاتنين بتتأذوا. يعني الشخص الطيب من غير وعي ده بيأذي أكتر بكتير، يمكن من الشخص الشرير أو الشخص اللي إحنا شايفينه شخص حاد. أوقات كتير جدًا بتبقى واخد بالك منه، عارف هو بيعمل إيه، ملاحظ تصرفاته، عارف ممكن يأذيك في إيه. لكن للأسف الشخص الطيب أوقات كتير جدًا بتستقبل منه أنت كمان من غير وعي، فبتلاقي نفسك شايف إن حد بيأمِّن على تصرفاتك، وفي المقابل بما إن في حد بيأمِّن على تصرفاتك يبقى أنت ماشي صح. والحقيقة إن دي مش حقيقة. مش على طول اللي بيأمِّن على تصرفاتك علشان أنت صح. أوقات كتير اللي بيأمِّن على تصرفاتك عشان هو شايف نفسه طيب، مش عايز يرفض لك طلب زي ما بيقولوا. الحقيقة إن الوعي بقى ضروري أوي اليومين دول تحديدًا، لإن أوقات كتير جدًا من كتر الضغط
إحنا بنمارس الطيبة كنوع من أنواع تريح الدماغ، مش مجرد إن إحنا ناس صافية وبنعمل كده علشان خاطر ما نأذيش حد، لأ إحنا كمان بقينا نتجنب حاجات كتير جدًا، فبقت الناس تشوفنا أشخاص طيبة يعني. الطيبة من غير وعي مدمرة. طيب ليه الشخص الطيب بقى بجد دايمًا بيعاني؟ حتى لو الشخص الطيب ده بيعمل كده بناءً على إنه بيحبك أو بيحب الناس ومش عايز يأذي حد. الحقيقة إنك لو انتقلنا من فكرة إن إحنا مش بنأذي الآخرين بس، لأ أنت بتأذي نفسك. تعالوا نفتش كده ونغوص في أعماق الشخص الطيب. الحقيقة إن الشخص الطيب علشان ما عندوش حدود غصبٍ عنه بيبقى شايف إن الناس كلها لازم ما يبقاش عندها حدود. غصبٍ عنه بيرفع سقف توقعه فيك. والحقيقة بما إنك شخص عندك حدود، مش هاقول في ناس عندها حدود وفي ناس أشخاص مش فارق معاهم حدود الآخرين، يعني مش كل الناس طيبة، مش هينفع نسلِّم إن كل الناس بخير يعني. آآ بما إنك بترفع سقف توقعاتك، فأنت دايمًا بتصطدم بفكرة إن اللي قدّامك ما بيتعاملش زيّك، ودي من ضمن الحاجات اللي بتقسى فيها على نفسك جدًا، وبتبتدي تجلد نفسك، وتبتدي تحاول تخرج من المنطقة اللي أنت فيها دي. وتاني أرجع وأقول لك إن أنت بتتصرف بطريقة مغايرة تمامًا لطبعك، والطريقة دي لا بتريحك ولا بتدّيك فرصة إنك تبقى أكثر وعيًا يعني بالتصرفات اللي أنت بتقدّمها للآخرين. مش لازم علشان الطيبة تعبتني أتحوّل لشخص قاسي على الآخرين علشان خاطر يحسّوا بيّا. الحقيقة إن المشكلة دايمًا عندنا، المشكلة دايمًا المشكلة اللي إحنا فيها دايمًا خارجة من جوّانا. في قدريات في قدريات، في حاجات إحنا ما بيبقاش لينا يد فيها، زي إن إحنا نتعرّض لأب وأم قاسيين مثلًا. في حاجات فعلًا مش اختياراتنا، لكن أنا باتكلّم على الطريقة اللي بتعيش معاك سنين، واللي بتخلّي اللي قصادك طول الوقت أنا لمّا بالاقي حد بيقول لي ده كل الناس وِحشة، ده كل الناس بتعمل فيّا، دايمًا بابقى فاهمة إن المشكلة عنده، المشكلة عندك. دايمًا لازم تلاحظ تصرفاتك أنت، دايمًا تلاحظ أنت ادّيت إيه لمين، دايمًا تلاحظ إيه اللي المفروض كنت تُقف كده قصاده وتقول للناس لأ، ما ينفعش أكمّل بالطريقة دي، وإيه الحاجات اللي أنت غضّيت طرفك عنها كده فخلّيت اللي قصادك يستبيحك. الحقيقة علشان تبقى طيب حق لازم تبقى طيب قوي، لازم تبقى طيب واعي، لازم تبقى شخص طيب اللي قصادك مش سهل يستغلك. لازم تبقى شخص طيب بس أمين في نفس الوقت، تقدر ترد اللي بتحبه عن غلط هو بيعمله. لازم تبقى شخص طيب عارف حدودك كويس، عارف انت بتدي ايه لمين وامتى، وايه الحاجة اللي هتستنزفك وتخليك مش قادر تكمل. الحقيقة إن الطيبة صفة مليانة رحمة وجمال ودين، وكل الأديان أعتقد إنها بتوصي إن إحنا نبقى ناس طيبة يعني. بس مش كل الناس بتعرف تستغل حتة الطيبة والرحمة دي صح. آآ تستغلها لمصلحتهم ولمصلحة الآخرين. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تقول لي في الكومنتات هل أنت الشخص الطيب اللي بيعاني، والّا الشخص الطيب الواعي اللي عارف هو بيعمل إيه وبيقدّم إيه لمين. ويا ريت لو وصلت للجزء ده من الحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. دي قناة لحظة وعي للمدربة نرمين هيكل، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. سلام عليكم.